أهلا بيكم سنة أولى إعدادي. النهاردة هنحل مع بعض نماذج اختبارات لشهر أكتوبر. نذاكر الأسئلة دي كويس جدا وإن شاء الله تجيبوا الدرجة النهائية، وعايزاكم تكتبولي في التعليقات الامتحان كان سهل وجبتوا كام فيه. وقبل ما نبدأ نصلي على النبي، ويلا بينا نبدأ على طول ونقول بسم الله. النموذج الأول. السؤال الأول: أمامك خريطة صماء لحوض نهر النيل، اكتب مدلول الأرقام الموقعة عليها. مديك خريطة لنهر النيل وحاطط أرقام عليها. 1 سد، ده سد قوين في دولة أوغندا. 2 النيل الأبيض. 3 يشير الرقم 3 إلى المنابع الموسمية. ب دلل على صحة العبارات الآتية: 1 كان لمصر دور في تنمية مائية حوض نهر النيل. هنا هتقوله الحاجات اللي مصر عملتها. مصر عملت ايه؟ أنشأت خزان سينار على النيل الأزرق لصالح دولة السودان، وكمان أنشأت سد قوين بأوغندا، ودفعت تكاليف إنشاء خزان جبل الأولياء في السودان عشان يولد الطاقة الكهرومائية، وطهرت بحيرة فيكتوريا وكيوجا من الحشائش والنباتات، وحفر عشرات الآبار في كينيا، وإنشاء مركز للبحوث المائية في تنزانيا. 2 لشبه جزيرة سيناء أهمية حضارية لإفريقيا، لأن انتقلت بعض الثقافات والحضارات عن طريقها من آسيا إلى إفريقيا زي الحضارة الإسلامية. السؤال الثاني: اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين. 1 أقام الكوشيون علاقات تجارية من جهة الشرق مع أكسوم. 2 كانت مقابر الملوك في مصر قديما مصطبة واحدة خلال عصر الأسرة الثانية، اللي هو العصر العتيق اللي بيتكون من الأسرة الأولى والثانية. ما النتائج المترتبة على 1 تنوع المناخ في قارة إفريقيا. تنوع المناخ أدى إلى تنوع النباتات الطبيعية والحيوانات والمحاصيل الزراعية. 2 اقتراب جبال البحر الأحمر من الساحل في مصر والسودان وأريتريا، ده هيؤدي إلى ضيق السهول الساحلية على ساحل البحر الأحمر. 3 توقيع دول حوض نهر النيل اتفاقية 1929، ده هيؤدي إلى التزام دول حوض النيل بعدم القيام بأي مشروعات على نهر النيل بغير اتفاق مسبق مع دولة مصر. السؤال الثالث: اكتب كلمة صح أو خطأ مع تصويب الخطأ. 1 يعد نصوص الأهرام من الأدب الديني، صح. 2 تم الدوران حول إفريقيا لأول مرة خلال العصر الفرعوني، صح. بما تفسر خصوبة سهول وادي النيل في مصر والسودان؟ لأنها تكونت من الطمي المنقول من هضبة الحبش البركانية. 2 تعد هضبة الحبش المنبع الموسمي لنهر النيل بسبب سقوط الأمطار عليها في فصل الصيف. 3 تنقسم قارة إفريقيا إلى دول مختلفة المساحة بسبب تصارع الدول الاستعمارية عليها لنهب خيراتها واستغلال ثرواتها. النموذج الثاني. السؤال الأول: أمامك خريطة صماء لإفريقيا، اكتب مدلول الأرقام الموقعة عليها. 1 جبال في الجنوب جبال دراكنزبرج. 2 بحيرة فيكتوريا. 3 نهر النيجر. ب دلل على صحة العبارات الآتية: 1 تمتد قارة إفريقيا بين نصفي الكرة الأرضي الشمالي والجنوبي، الدليل على ذلك أنه بيقع نحو ثلثي مساحتها في النصف الشمالي والثلث الآخر في النصف الجنوبي. 2 تتنوع مظاهر سطح قارة إفريقيا. مظاهر سطح قارة إفريقيا متنوعة وغنية بالموارد والثروات الطبيعية، والتي تتمثل في الهضاب والجبال والسهول. السؤال الثاني: اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين. 1 تقع المنابع الموسمية لنهر النيل بقارة إفريقيا في جهتها الشرقية. 2 من المسطحات المائية التي تحد قارة إفريقيا من جهة الشرق البحر الأحمر. ب ما النتائج المترتبة على 1 قيام الملك أوناس بكتابة نصوص الأهرام، ترتب عليها أمدتنا بالكثير من المعلومات المهمة عن المعتقدات الدينية للمصريين القدماء. 2 الموقع الاستراتيجي لحضارة قرطاج في منتصف طرق التجارة على البحر المتوسط، ترتب على ذلك أصبحت مدينة قرطاج قوية مع مرور الزمن، واستقلت عن فينيقيا وكونت مملكة قوية، وقرطاج حكمت معظم ساحل شمال قارة إفريقيا وبعض جزر البحر المتوسط. 3 انتخاب مصر لرئاسة الاتحاد الإفريقي 2019، ده هيؤدي إلى وجود فرصة قوية جدا لتعميق دور مصر الريادي في قارة إفريقيا وتدعيم علاقتها مع دول وشعوب القارة الإفريقية.
السؤال الثالث، اكتب ما تشير إليه العبارات الآتية. 1. أحد ملوك مصر في عصر الدولة القديمة، وأطلق عليه لقب المحسن المحبوب، الملك سنفرو. 2. دولة ساهمت في دفع تكاليف إنشاء خزان جبل الأولياء في السودان، دولة مصر. بما تفسر تعد هضبة البحيرات الاستوائية المنبع الدائم لنهر النيل. منبع دائم يبقى بسبب سقوط الأمطار عليها طوال العام. 2. عرف هرم سقارة بالهرم المدرج لأنه بيتكون من 6 مصاطب مختلفة الحجم. 3. يعد نهر النيل نهرا دوليا بسبب امتداد مجراه وروافده داخل أراضي 11 دولة، ومنهم مصر وجمهورية السودان وجنوب السودان وأثيوبيا وأريتريا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا ورواندا وبروندي وكينيا وتنزانيا. النموذج الثالث، السؤال الأول، أمام خريطة صماء لحوض نهر النيل، اكتب مدلول الأرقام الموقعة عليها. 1. بحيرة فيكتوريا. 2. دولة قامت فيها حضارة كوش، دولة السودان. 3. النيل الأزرق. دلل على صحة العبارات الآتية. 1. تقدم المصريون القدماء في فن العمارة والهندسة. تطور شكل المقبرة من حجرة بيعلوها مصطبة إلى عدة مصاطب أخذت شكل الهرم المدرج زي هرم زوسر، وبعدين وصل إلى شكل الهرم الكامل في عهد الملك خوفو. 2. كان للنشاط التجاري دورا بارزا في نشاط حضارة أكسوم. النشاط التجاري كان ليه دور مهم جدا في حضارة أكسوم، والدليل على ذلك إن هي كانت بمثابة مركز تجاري قوي وملتقى للعديد من الطرق التجارية، ومن أبرز صادراتها وأعلاها قيمة اقتصادية الذهب والعاج والعطور والتوابل. السؤال الثاني، اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين. 1. تم إنشاء سد أوين بدولة أوغندا. 2. استطاع ابن بطوطة خلال رحلته بقارة أفريقيا أن يخترق الصحراء الكبرى حتى وصل إلى دولة مالي. ما النتائج المترتبة على ارتفاع معدلات البخر في هضبة البحيرات الاستوائية؟ ده هيؤدي إلى قلة كمية المياه الواصلة إلى دولة مصر. 2. تأثر سطح قارة أفريقيا بالحركات الانكسارية، ده هيؤدي إلى تكون الجبال الانكسارية زي جبال البحر الأحمر والأخدود الإفريقي العظيم. 3. تسارع الدول الاستعمارية على قارة أفريقيا، ده هيؤدي إلى انقسام قارة أفريقيا إلى عدد كبير جدا من الدول مختلفة المساحة ومعاناة شعوبها من الفقر. السؤال الثالث، ما المقصود بالحضارة؟ الحضارة مجموع الإنتاج الثقافي زي العادات والتقاليد والعلوم والفنون والقيم، والإنتاج المادي زي القلاع والمباني والقصور. 2. ما المقصود بالاقتصاد الأخضر؟ ده اقتصاد صديق للبيئة بيستهدف تحقيق نمو اقتصادي مستدام مع الحفاظ على البيئة وتحقيق العدالة الاجتماعية والحد من الفقر والبطالة. بما تفسر الأهمية الاقتصادية لموقع قارة أفريقيا؟ بسبب الموقع الجغرافي الذي أدى إلى تحكمها في أهم طرق الملاحة العالمية، والموقع الفلكي اللي أدى إلى تنوع مناخها وبالتالي تنوع النباتات الطبيعية والحيوانات والمحاصيل الزراعية. 2. تدهورت أحوال مصر في نهاية عصر الأسرة السادسة بسبب ضعف السلطة المركزية وازدياد نفوذ حكام الأقاليم وتوقف الحكومة عن تنفيذ المشروعات الاقتصادية. 3. مساهمة مصر في إنشاء خزان جبل الأولياء في السودان لتوليد الطاقة الكهرومائية. النموذج الرابع، السؤال الأول، أمام خريطة صماء لقارة أفريقيا، اكتب مدلول الأرقام الموقعة عليها. 1. دولة قامت بها حضارة قرطاج، تونس على ساحل البحر المتوسط. 2. دولة قامت بها حضارة قديمة وتعد من منابع نهر النيل، أثيوبيا اللي هي الحبشة. 3. دولة قامت بها حضارة قديمة وينتهي عندها نهر النيل، مصر. دلل على صحة العبارات الآتية. كان لنهر النيل دور رئيسي في نشأة الحضارة المصرية القديمة لأنه ساهم في تعليم المصريين الزراعة وتربية الحيوانات والاستقرار، ونشأت القرى ثم المدن ثم الأقاليم المستقلة وتحقق وحدة البلاد، ثم بدأ عصر الأسرات الحاكمة. لقارة أفريقيا أهمية حضارية كبيرة لأنه نشأ على أرضها أقدم الحضارات زي الحضارة المصرية القديمة في مصر، وحضارة كوش في السودان، وحضارة قرطاج في تونس، وحضارة أكسوم في أريتريا وأثيوبيا.
السؤال التاني، حدد الدولة التي يوجد بها كل مظهر تضاريسي مما يلي. 1 جبل شايب البنات في دولة مصر. 2 هضبة الشطوط في الجزائر. ما العلاقة بين الكوشيون والمعبودات المصرية القديمة؟ الدليل على ذلك ان الكوشيون عبدوا بعض المعبودات المصرية زي الإله رع وآمون وإيزيس وأوزوريس بجانب معبوداتهم. 2 الاستعمار والحالة الاقتصادية في قارة أفريقيا. معاناة قارة أفريقيا من الفقر رغم امتلاكها ثروات متعددة، ده هيؤدي إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية فيها. 3 الحركات الالتوائية وسطح أفريقيا. أدت الحركات الالتوائية إلى تكوين الجبال زي جبال أطلس في الشمال الغربي في قارة أفريقيا وجبال الكاف في الجنوب. السؤال الثالث، اكتب كلمة صح أو خطأ مع تصويب الخطأ. 1 يعرف تمثال النبيل كعبر حاليا بتماثيل شيخ البلد، صح. 2 يعد البخور والعاج من أبرز صادرات حضارة أكسوم وأعلاها قيمة اقتصادية، غلط، الذهب والعاج. بما تساهم المناطق الجبلية في قارة أفريقيا في دعم السياحة لأنها تتميز بالمناظر الطبيعية الخلابة التي تجذب السياح إليها لممارسة العديد من الأنشطة السياحية. 2 سقوط الأسرة الرابعة في عصر الدولة القديمة، لأن في نهاية الأسرة الرابعة ازداد نفوذ كهنة الإله رع واستطاع كبيرهم أوسر كاف الوصول إلى حكم مصر. 3 قيام المصريين القدماء بنحت التماثيل الملكية في عصر الدولة القديمة لاعتقادهم في قدسية الملك. آخر نموذج هنحله النموذج الخامس. السؤال الأول، أمام خريطة صماء لقارة أفريقيا اكتب مدلول الأرقام الموقعة عليها. 1 مضيق موزمبيق. 2 هضبة الحبشة. 3 نهر الكونغو. ماذا يحدث إذا لم تقترب جبال أطلس من البحر المتوسط؟ لم تضيق السهول الساحلية في بلاد المغرب العربي. 2 سقطت الأمطار طوال العام على هضبة الحبشة، سوف تصبح من المنابع الدائمة. السؤال الثاني، اختر الإجابة الصحيحة مما بين الأقواس. 1 في عهد محمد علي تم ترسيم خريطة النيل حتى جنوب السودان. 2 يقع جبل طوبقال في دولة المغرب. ما النتائج المترتبة على اتصال أفريقيا بقارة آسيا عند شبه جزيرة سيناء حضاريا؟ ده هيؤدي إلى انتقال بعض الثقافات والحضارات عن طريقها من آسيا إلى أفريقيا زي الحضارة الإسلامية. 2 الموقع الجغرافي لحضارة أكسوم، أصبحت ملتقى للعديد من الطرق التجارية وكانت أبرز صادراتها وأعلاها قيمة اقتصادية الذهب والعاج والعطور والتوابل. 3 كثرة بناء الأهرامات في عصر الدولة القديمة، ده أدى إلى أن سمي عصر الدولة القديمة بعصر بناة الأهرامات. السؤال الثالث، اكتب كلمة صح أو خطأ مع التصويب. انتشرت الآلات الموسيقية المصرية القديمة في غرب أفريقيا، صح. ونركز قوي لأن هو بيجي في الامتحان ويقولك في شرق أفريقيا، ساعتها أنت تقوله غلط، بس هنا مكتوبة صح إن انتشرت الآلات الموسيقية المصرية القديمة في غرب أفريقيا. 2 تعد بحيرة فيكتوريا من أهم بحيرات المنابع الموسمية لنهر النيل، غلط طبعا، من المنابع الدائمة. بما تفسر إرسال الملك سنفر أسطولا بحريا إلى فينيقيا لإحضار خشب الأرز من بلاد فينيقيا. 2 استدامة جريان نهر النيل ووصوله إلى مصر، لأن نهر النيل ثنائي المنبع وده سبب وصوله إلى مصر. 3 تأسيس البرتغاليين المواني والمراكز التجارية على طول طريق رأس الرجاء الصالح في القرن ال15 لتأمين الملاحة والتجارة. وبكده نكون حلينا مع بعض 5 نماذج، وإن شاء الله مش هيخرج عنهم الامتحان، ذاكروهم كويس جدا جدا، وأي حد عنده سؤال يكتب لي في التعليقات وإن شاء الله هرد عليكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.